نعيمة البدوية من بعد ما طاحت في الفخ ديال واحد السمسار معروف في حي سيدي مومن بمدينة الدار البيضاء، ومن بعد ما كانت عطاتو مبالغ مالية غير باش انه يتوسط لها مع احدى الجمعيات باش انها تحصل على التنازل. القضية كبرات اخوان اخواتي، والتفاصيل ديالها اللي غنكشفوها في هذا الفيديو، فخليكم من الاول حتى الاخير باش تعرفوا الحقيقة اخوان اخواتي. ما تنسوناش باللايكات ديالكم، ما تنساوش كذلك البارطاج، وما تنساوش انكم تفعلوا من خلال التعليق ديالكم. ونبداو على بركه الله. نعيمة البدوي اخونا اخواتي كانت دايزه من مرحله صعيبه جدا، وكانت دايره واحد المجهود كبير باش انها تخرج راسها من دوامه المشاكل اللي طوقاتها من كل جهه، ومع الضغط اللي هو متواصل والعيون اللي كتسنى الغلطه صغيره باش انها تزيد تكبر عليها، شدت في اخر خيط وكانت كتظن انها غينقذها هاد الطريقه. هاد الخيط اللي كان واحد السمسار اللي هو مشهور في حي سيدي مومن، معروف عند الناس بالوعود اللي ما كتساليش وبالقدره ديالو، لان انه يقربك من اي باب كتبحث عليه غير بالهضره. فالاكيد ان نعيم البدويه هذيك الفلوس كلها اللي جمعتها ربما باعت شي اتات في المزيد، ربما شي حاجه من هذا القبيل، وهذا الشيء اللي خلاها انها يعني دير اي وسيله باش انها تخرج من القضيه اللي رفعتها عليها مجموعه من الجمعيات. فنهار لقات راسها منحاصره بواحد التهم وسط دوخه الاحداث، دارت واحد الخطوه كانت كتظنها انها صحيحه، ومشات عند هذا السمسار وبقلب خايف وبعقل اللي كان مشوش عندها، عطاتو واحد المبلغ مالي على اساس انه يتوسط لها مع الجمعيات باش انها تحصل على التنازل وتسد واحد الباب واللي كان غادي يجر عليها ابواب اخرى. نايم البدوي اخونا اخواتي اللي كان دائما كتقلب على بصيص امل، على واحد المخرج، على شي يد انه يعتقها من هذا الغرق اللي وقعت فيه وهذه الورطه، خصوصا الفيديوهات اللي كتقول بانه تم بيرطاج ديالها، ربما داروا المونتاج وحاولوا انهم يخرجوا غير مقتطفات من هذيك الفيديوهات، واللي كان السبب يعني في رفع الشكايه من طرف احدى الجمعيات المعروفه. ولكن للاسف اليد اللي مسكتها كانت يد خايبه صراحه. فالسمسار اللي لعب واحد الدور ديالو كامل غطى راسو بوعود كبيره، وخلى نعيمة البدوي تحس ان الامور غادي تتحرك وان اللي كان واقف غادي يتزعزع. بقات كتسنى مكالمه وبقات كتسنى خبر اللي يكون زوين، خصوصا الا شفتو يا اخوان اخواتي. اللي قبل اسبوع كانت دارت واحد يعني المحتوى، كانت خرجت واحد الفيديو ديالها سيده فرحانه كطيب الحرشه، يعني كطيب ربما شي مسائل اللي كتحاول تبين للمتابعين ديالها، كتحاول تبين يعني حتى الناس اللي متبعين القضيه ديالها على اساس ان الامور يعني راه غاديه عاديه، وانها ما يتمش الاعتقال ديالهم، المحاسبه ديالهم والتحقيق معها في هذا الملف. لكن هادشي كله اخوان اخواتي، السيده ربما دارت خطا كبير. هاي مشاو لها الفلوس، هاي مشات حتى الجمعيه على اساس انها يعني كنظن الى حاولت تشكي على هذه الجمعيه فغيكون تنازل. فحتى شي حاجه من هذا القبيل اخوان اخواتي، الجمعيه فعلا استمعت لها، خذت الاقوال ديالها، حاولت انها يعني تعطي شي اتهام خطير لبعض الجمعويين اللي كانوا يحاولوا انهم ينتقموا منها، وشرحات كيفاش الطريقه باش انهم خذوا الفيديوهات ديالها وتم فبركه ديالها. فالجمعيه ما كيهمهاش هادشي، وانما كيهمها هو الفيديو اللي كان خرج، وكذلك المقاطع اللي كانت كتبادل مع يعني بين البدويه ومنعم اللي تم الاعتقال ديالو مؤخرا. وهادشي كله كتخلي ان القضاء يقول الكلمه ديالو الاولى والاخيره اذا كان فعلا هادشي اللي كانت كتدعيه نعيمه البدويه امام الجمعيه. فصراحه هاد السمسار اللي كانت كتعتمد عليه نعيمه البدويه، واللي خلى نعيمة البدوي أن تحس أن الأمور غادي تتحرك وأن اللي كان واقف غادي يتزعزع، بقات كتسنى مكالمة، كتسنى خبر زوين، كتسنى شي حركة توحي أن الطريق يعني بدا كيروي. ولكن الأيام كدوز إخواننا، الواقع كيكشف وجه آخر
لا جمعيات، لا تنازل، لا تدخل، لا حتى شي حاجه. كل شيء ظهر وكان مجرد سراب، والفلوس مشات، يعني الريالات مشاو والوقت مشى بلا نتيجه. ومع مرور الساعات اخوان اخواتي بدات الحقيقه كتكبر قدامها. الناس اللي وعدها السمسار ما كانوش في الصوره نهائيا، وكل شيء مبني على كلام في الهواء. هنا بدات الصدمه الحقيقيه، الصدمه اللي ماشي غير في الفلوس اللي خسرات، ولكن في الثقه اللي عطاتها لواحد الشخص اللي لعب على الضعف ديالها. بقات كتراجع الخطوات، كتحاول تفهم فاش غلطات، وكتسول راسها كيفاش واحد اللحظه ذات التسرع تقدر انها تغير المجرى للاحداث كامل. المهم اخواني اخواتي، نعيمه البدويه لقات راسها وسط واحد الموجه اللي هي جديده ديال المشاكل، ولكن هذه المره كانت مختلفه. كانت واعيه ان الطريق اللي خطاتو برجليها وكان فيه بزاف ديال الشكوك، وان البحث على حلول سريعه كيدفع الناس لمصايد اللي هي خطيره وخطيره جدا. واللي كان اصعب هو انها كانت خاصه دابا يعني تواجه تبعات ديال هذا التهور ديالها وسط عيون كتبعها لحظه بلحظه. فمع كل هذا الشيء بقات كتقلب على مخارج قانونيه، على طرق نظيفه باش انها توقف على رجليها من جديد. والتجربه كانت قاسيه، ولكن علمات اخواني اخواتي بزاف الحوايج، ان ما كل يد ممدوده هي يد مساعده، وان وسط المشاكل راه ما كايناش طرق اللي هي سهله، وان الثقه كنز كبير وخاصها تتحط غير في البلاصه الصحيحه. مستمعينا الكرام، قبل ما نزيدوا في التفاصيل القادمه فما تنسوش انكم ديروا اللايك والبارطاج باش يبقى هذا النوع ديال هذا المحتوى واصل لكم دائما بالجديد، لان القادم غادي يكون اخطر واعمق، وغادي يفتح ملفات اللي كتخلي الصوره كلها كتبدل. فالاكيد ان مؤخرا هذه قبل 3 أيام من الان سمعنا خبر الاعتقال ديال منعم، واللي خلق ضجه كبيره داخل العائله. نعيم البدوي ما صدقاتش، رجاء ما تصدقاتش، وهذا الشيء بطبيعه الحال من بعد ما كانوا كيظنوا ان واحد الشخص اللي هو في امريكان اللي كان عطاهم واحد الوعد على اساس ان الملف ديالهم يعني راه غيخرج. لكن القضيه راه ماشي هي ديال نعيم البدوي ديك الفيديو، ولكن القضيه اللي عندها علاقه بناديه الزوج ديالها اسامه اللي رفعوا دعوه قضائيه ضدهم، وحاولوا انهم يعني يحصلوا او يتنصفوا من طرف القضاء. وفعلا جات الوجيبه والقرار ديال قاضي التحقيق باعتقال منعم، واللي الان بالسجن ديال فاس، السجن المحلي في فاس، واللي ربما غنعرفوا معطيات اللي خطيره في الايام القليله القادمه. اخواني اخواتي، فالى هنا نكتفي بهذا القدر. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.